بُص، مجال ال3D مجال واسع جدًا وممتع في نفس الوقت. يعني إيه واسع؟ يعني ليه مجالات كتير جدًا. ممكن تلاقي حد شغال في الألعاب، حد تاني شغال في الأفلام، وواحد تالت شغال في الإعلانات والCGI، وفي كمان الproduct visualization والمعماري والanimation. والحلو هنا إن كل مجال ليه فرص وشغل، والموضوع مش بس ممتع، لأ كمان في شغل وفرص كتير جدًا سواء هنا أو برّه بالدولار أو بالجنيه. وأول مجال معانا هو الproduct visualization أو عرض المنتجات، وده ببساطة إن أي شركة عندها منتج زي موبايل، عطر، قهوة، سماعات، أي حاجة بتتباع عايزة تعرضه بشكل شيك وجذاب، بيخلّي العميل يحس إن المنتج ده premium لإنه بيديهم صور وفيديوهات واقعية جدًا بجودة أعلى من التصوير العادي، وكمان أرخص وأسهل إن هم يغيّروا فيه أي تفاصيل. المجال ده مُربح جدًا وفيه فنانين كتير شغالين بيه online على مواقع العمل الحُر زي Upwork وFiverr وبيكسبوا بالدولار من مشاريع بسيطة للبراندات والشركات. تاني مجال معانا هو مجال الCGI أو إعلانات الCGI، والCGI ببساطة يعني أنت تعمل إعلان كامل بال3D جوّه فيديو متصوّر بكاميرا موبايل أو كاميرا بروفيشنال، المهم إنه يبان كإنه حقيقة. الإعلانات اللي أنت بتشوفها دلوقتي دي في الفيديو هي دي اللي أنا باتكلّم عنها، ده كُلّه معمول بالCGI. من وجهة نظر العميل بقى إن ده بيجذب الناس جدًا وبيخلّي الإعلان ترندي ويتشاف أكتر على السوشيال ميديا، عشان كده الشركات بتدفع فيه فلوس أكتر من أي نوع محتوى تاني. والحقيقة هو مرتبط بالproduct visualization، يعني الفرق بينه وبين الproduct visualization إن أنت ممكن يكون صورة أو فيديو بسيط للمنتج، لكن الCGI بيخلّي المنتج جزء من قصة أو حركة أو مشهد كامل، وده سبب إنه بقى مطلوب جدًا الفترة الأخيرة، سواء هنا في السوق المحلي أو برّه بالدولار. مجال تاني هو مجال مهم جدًا ألا وهو الgame development أو تطوير الألعاب. النهارده صناعة الألعاب بقت صناعة بمليارات، والشركات محتاجة ناس تعمل كل التفاصيل دي، شخصيات، بيئات، موديلات، تحريك، مؤثرات، كل ده معمول بال3D. أي لعبة جديدة محتاجة 3D artist علشان يطلّعوا الشكل النهائي اللي بيخلّي اللاعب ينبهر ويكمّل في اللعبة. على مواقع العمل الحُر بقى في طلب كبير على شغل الgames، يعني من تصميم شخصيات صغيرة لألعاب موبايل لحد مشاريع أكبر على الPC والكونسول. الميزة هنا إن المجال ممتع جدًا ومطلوب عالميًا، وممكن تبدأ فيه من شغل بسيط يعني وتتطوّر واحدة واحدة لحد ما تبقى شغّال مع شركات كبيرة أو استوديوهات ألعاب. من ضمن مجالات الألعاب بقى وهو واحدة من أهم الحاجات هي تصميم البيئات، سواء مدينة أو غابة أو حتى عالم خيالي. البيئة هي اللي بتدي روح اللعبة وبتخليها مقنعة. الاستوديوهات والشركات عارفين ده كويس، وعشان كده بيدفعوا كويس جدا للفنانين اللي بيعملوا بيئة واقعية أو خيالية. الأجمل إن المجال ده مطلوب بشدة على مواقع العمل الحر، يعني لو أتقنته تقدر تلاقي شغل بالدولار من أول يوم. وطالما بنتكلم عن الجيم ديفلوبمنت فمجال تاني مهم جدا من أهم مجالات ال3D هو تصميم الشخصيات، سواء واقعية أو كرتونية. الشركات والألعاب وحتى الإعلانات بيحتاجوا الشخصيات دي عشان تعبر عن فكرتهم. إحنا بنصمم الشخصية، نعمل لها ديزاين يعني، وبعد ما بنصمم الشخصية بيجي دور الريجنج اللي هو ببساطة بيخلي الشخصية تتحرك بدل ما تفضل مجرد تمثال ثابت. بنبني ليها عظام وكنترولز عشان نقدر نسيطر على كل حركة. وبعد كده بيجي دور الأنيميشن إنك تحرك الشخصية، إنك تتحرك الشخصية صح، تخلّيها تمشي، تتكلّم، تعبّر بمشاعرها من وجهة نظر بقى العميل. ده بيخلّي الفكرة حيّة ومؤثّرة أكتر، وعشان كده المجال ده من أكتر المجالات اللي بتدفع كويس ومطلوبة في الألعاب والأفلام والإعلانات. مجال تاني من المجالات اللي تقدر تستخدم فيها ال3D ألا وهو ال3D motion graphics. ده ببساطة من أفضل المجالات اللي شغّالة دلوقتي، وبتقدر تدمج فيه الجرافيك مع ال3D، يعني تعمل فيديوهات ديناميكية فيها حركة وأفكار جذابة تخلّي الإعلان يبان مختلف وبيشد العين. الشركات بتحب النوع ده من المحتوى جدًا لإنه بيشتغل حلو على السوشيال ميديا، قصير، سريع، وجذاب، وبيستخدموه في كل حاجة، من الإعلانات للإنتروهات لحد اللوجوهات المتحركة. وعلى مواقع العمل الحر المجال ده عليه طلب كبير جدًا، أي شركة ناشئة أو براند صغير بيحتاج motion graphic احترافي يعرّف بيه نفسه، وده معناه فرص شغل بالدولار وبشكل مستمر. طبعًا المجالات اللي اتكلمنا عنها مش هي دي بس، لأ لسه في مجالات تانية كتير زي التصميم المعماري اللي بيخلّي العميل يشوف شقته أو المبنى قبل ما يتبنى، وكمان الMedical Visualization اللي بيعرض العمليات الطبية والأعضاء البشرية بشكل واقعي للتعليم والدعاية. في كمان الVFX أو المؤثرات البصرية زي النار، الدخان، المَيّة، الانفجارات اللي بنشوفها في الأفلام والإعلانات. الفكرة إن عالم ال3D عالم واسع جدًا ومليان فرص، وكل مجال منهم ممكن يفتح لك باب شغل، سواء مستقل أو محلي أو أونلاين بالدولار. أنا مؤمن إن ال3D مش مجرد شغل، ده فن وأداة قوية جدًا تقدر تبني بيها مستقبل مختلف، وعشان كده إحنا في Visit بنقدم كورسات للمبتدئين اللي عايزين يدخلوا المجال من الصفر بخطوات
واضحة، وكمان كورسات متخصصة أكتر في الCGI والإعلانات التجارية والproduct visualization. يعني أيًا كان هدفك تدخل المجال لأول مرة أو تتخصص فيه وتكسب منه فلوس، هتلاقي عندنا المسار الواضح اللي يوصّلك. لو الفيديو ده عجبك واستفدت منه ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد، وشير الفيديو بقى مع أي حد نفسه بيبدأ في مجال ال3D، وخليك متابعنا على فيزيتك علشان دايمًا عندنا محتوى يفتح لك طريقك في المجال.